بسم الله الرحمن الرحيم. سنستمع الآن إلى زاهي حواس يطالب بمنع الأذان، ثم نستمع إلى ونرى إعجاب السياح بالأذان، ثم نستمع إلى الأذان في كأس العالم في قطر. حكايه الاذان ده اللي هو الاذان ده ازعاج للناس. لسه في الاقصر بعمل محاضره في المعبد، سمعت اصوات من كل الجهات الاسبوع اللي فات، من كل الجهات. ما ينفعش، لازم نبطلها عشان نقدر نجيب السايح ما يتعمل جوه المسجد. التلوث. صوت الأذان يسحر صحفيا بريطانيا شهيرا معلقا عليه إنه مؤثر جدا وساحر وجميل بشكل لا يصدق، وذلك خلال نشرة فيديو تدريبات المنتخب الإنجليزي استعدادا لمونديال قطر 22. تغريدة الصحفي هنري فانترا حصدت 500,000 وآثار صوت الأذان فيها تفاعلا كبيرا. يا له من صوت جميل، هذه إحدى التفاعلات. أعلم أنه لامس شيئا فيك يوجهك إلى الطريق الصحيح. يمكن الاستماع إلى الأذان طوال اليوم، صوت جميل. في أيام عطلاتي في تركيا وأثناء وجودي في الأسواق طالما وجدت الأذان لطيفا جدا بطريقة غريبة، إنه جزء من الثقافة ومن الرائع الاستماع إليه مباشرة. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. كما رأينا زاهي حواس يزعم أن السائحين يعني لا يأتون إلى مصر بسبب صوت الأذان، وأن صوت الأذان يزعجهم ويعني يجعلهم يكرهون مصر ويكرهون الاتيان إلى هذا البلد. المونديال يفضح زاهي حواس ويظهر كذبه حينما نعلم مدى إعجاب السائحين بصوت الأذان في مونديال كأس العالم في قطر، وإعجابهم بهذا الأذان الجميل والعبارات الجميلة التي أبدوها بأنه أحسن شيء سمعوه وأحلى كلام سمعوه وأحسن نغم وصل إلى آذانهم. فلنستمع إلى صوت الأذان في كأس العالم في قطر وفي الدوحة، ونستمع ونرى إعجابات المنبهرين من السائحين في كأس العالم. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا